السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا لولي ومعاكم من قناة لولي تشانل. والنهاردة هنعمل مع بعض ام علي. هنعملها بطريقة الاصلية من غير ملفي ومن غير ما نحمر رقاق ومن غير ما نعمل كل الافتكاسات دي. لا، هنعملها عادية جدا جدا وبجد هيطلع طعمها حلو قوي. بصوا شكلها حلو جدا ازاي. اول حاجة بقى هجيب الطواجن او صينية زي ما انتوا حابين تعملوها، وهجيب الرقاق وهكسره، وبعدين هبتدي كده بقى احطها في الطاجن لحد ما املى نصه. انا هنا كنت مليته على اخره، وبعدين يعني هرجع انقصه تاني في اللي جنبه. وبعدين هحط عليها بقى لو عندي مكسرات، عندي زبيب، جوز هند. لو حابين تسيبوها سادة زي ما انتوا عايزين حطوا. حطيت كده شوية صغيرين، وبعدين هرجع اكمل رقاق تاني فوقيها. لو هتعملوها بالملفي هتعملوها بنفس الطريقة كده بالظبط. هنا بقى معايا اللبن ده لازم يكون سخن، وهحط عليه السكر، وطبعا ده بيكون حسب الرغبة. لو حابين تضيفوا في المرحلة دي شوية سمنة حطوها على اللبن او قشطة او اي حاجة تدوبوها في اللبن، هتدي طعم حلو. بعدين بقى هنزل على الرقاق. لازم يبقى سخن علشان يخلي الرقاق يطرى، وكمان ما تاخدش وقت كبير في الفرن. بس كده ده شكلها معايا. هحط بقى قشطة. القشطة دي كانت قشطة وش اللبن، هوزعها عليها كده. ولو عندكم كريمة لباني وحابين تحطوا برضو هتكون حلوة. هوزع بقى القشطة عليها واحطها في الفرن تحت الشواية دقيقتين بالظبط، وهتكون جاهزة معايا. وبكده اكون خلصت وصفة النهاردة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم ان شاء الله في وصفات جديدة.